السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، الفيديو الرابع في القناة. الهدف ديالو هو انني نبريزونتي كيفاش ممكن تقيس واش كدير واحد لافونسمون في حياتك ولا لا. حيت بعض المرات كنحسوا براسنا اننا كنخدموا بزاف وما تنعرفوش واش كنافونسيو، وبزاف الناس كيمشيو على داك القضيه ديال الخدمه حيت كيسمعوا من الناس واحد اخرين اللي واصلين خصك تبقى تخدم. ولكن انا كنلاحظ واحد القضيه في انترنت، هو انه كاع الناس اللي تيبقاو يقولوا لك لا راه خصك تبقى تخدم غيبانوا الريزولتس من بعد، يا اما ما فاهمينش يا اما ما عرفوش كيفاش يوصلوا المعلومه باش يقولوا لك ها علاش غادي توصل للنتائج من بعد، حيتاش كاين واحد الامباكت. دونك الهدف من هذا الفيديو هو انه نشرح بطريقه لوجيك كيفاش الخدمه غادي توصل لك الريزولتس، وعلاش خصك تكون كتكونسونطرا فاش تكون كدير داك الخدمه. يعني هذه فيديو كان انفيتي اي واحد باغي يدير تغيير او لا اي واحد ما عارفش واش داكشي اللي كيدير صحيح يتفرج فيها حتى الاخر. فريمون ما غاديش تندم، انا متاكد مليار في المية. غادي تستافد بزاف الحوايج، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم. وفوالا، قبل ما نبدا بغيت نشكر كاع الناس اللي تابعوني في القناه. وصلنا ل 1000 واحد، يمكن 1060 دابا شي واحد اللي متبعني في القناه. صراحه ما كنتش كنتوقع اننا غنوصلوا ليه دغيا، وتنشكر كاع الناس اللي سوا تفرجوا خلاو لي دي كومونتير، حيت هذيك هي الانرجي اللي خلاتني انني نبغي نكمل. وكاع الناس اللي خلاو لي دي ريمارك. وهانتوما دابا كتشوفوا الريزولتس ديال لاميليوراسيون اونصومبل. هادشي غير ريزولطا ديال لي ريمارك اللي كتعطيوني، حنا نبقاو غاديين كنتحسنوا بشويه بشويه. والهدف ديالي هو انه القيمه المضافه اللي كنعطيكم تكون كبر، والميساج اللي كنعطي يكون مفهوم بطريقه احسن. المهم باش ما ناخذوش بزاف الوقت، غنعاود نقول لكم شكرا كاملين واحد بواحد الناس اللي تابعوني، الناس اللي كومونطاو واخا ما تابعونيش، الناس اللي عجباتهم الفيديو وتفرجوا، شكرا بزاف. ونتوكلوا على الله في فيديو جديده. دونك باش ندخلوا في الفيديو، كاين واحد السؤال اللي ديما كنطرحوه مع راسنا، اللي تنقولوا واش حنا كنتقدموا ولا لا. يعني واش الخدمه اللي كنديروا وهذا الشيء اللي كنديروه دابا واش مزيان ولا لا. علاش؟ لانه حنا الطريقه باش نقيسوا البروغري سي بالنتائج. يعني كنبقاو مبازين على النتائج وتنقولوا واش النتائج ديالنا مزيانين او لا. وهذه بحد ذاتها فكره غلطه. وانا غنشرح لكم علاش بواحد ليكزامبل تري سامبل. تخيل معايا فلاح مثلا عنده واحد الارض كيحرث وتيزرع داكشي ديالو. واش النتيجه ديال داكشي اللي كيدير كتبان سور بلاص ولا كتاخذ الوقت؟ كتاخذ واحد الوقت، كتاخذ 6 شهور 9 شهور 3 شهور، انا ما كنعرفش في الفلاحه. ولكن الفكره هو انه كاع لي زاكسيون اللي كدير اليوم امبوسيبل انهم يبانوا لي ريزولطا ديالهم سور بلاص. يعني الا كنت انت كتمسوري لافونسمون ديالك بالنتائج، ديجا داخل في واحد المعادله رياضيه اللي غلطه ما خداماش لوجيكمون، وانا غنشرح لكم من بعد. دونك في الفيديو كيفاش غادي نقسموا الفيديو. بيان سور كيف ما كندير ديما، ما غاديش نبقى نقول لكم انا في بارتي 1 بارتي 2، مي غير ها هما الحوايج اللي غنوصلوا لهم في الفيديو. اولا كيفاش الناس كيقيسوا التقدم وعلاش هاد القضيه ما خداماش. ثانيا دان بوين دو في لوجيك، يعني منطقيا علاش هاد الطريقه ديال انك تميزوري التقدم ديالك غلطه. على شنو خصك تركز باش دير تقدم، شنو هما النقط، شنو هما الحوايج اللي خصك تكون مركز عليهم. رابعا غادي نبريزونتي السيستيم اللي انا خدمت به بيرسونيلمون، اللي عطاني دي ريزولطا نقدر نقول في عامين ونص كبار بزاف. والهدف هو انه نوريكم بطريقه براتيك يعني كيفاش ممكن تطبقوا، من بعد غيبقى داكشي عليكم. وخامسا علاش هاد السيستيم خدام. دونك فوالا، من بعد انا ما غنبريزونتيش لي فيشي اللي كنخدم بهم ايتو. الا كان ان انتري بور لا فيديو، يعني بنادم عجباتو الفيديو وكانوا دي كومونتير اللي كيشجعوني انني نزيد نهضر على هذا الموضوع، نقد ندير فيديو واحد اخرى اللي غندخل بلوس اون ديتاي ونقول لكم ها كيفاش كندير بيرسونيل. دونك فوالا، نتوكلوا على الله ونزيدوا ندخلوا نتعمقوا في السوجي. دونك نبداو كيفاش كيقيسوا الناس الاكثريه التقدم وكيشوفوا واش كيافونسيو في الحياه، هو انهم كيتبازاو على النتائج اللي تيقدروا يكونوا مثلا الا كنت كندير سبور واش الوزن ديالي كيطيح، الا كنت خدام على مشروع واش كندير مبيعات، ما عرفتش الا كنت مثلا في خدمه واش كنترقى ولا شي حاجه.
هاد الافكار راها مزيانه، راه خصك تركز على النتائج، خصهم يكونوا نتائج باش تموتيفو باش انك تشوف الريزولطا ديال داك لي زاكسيون اللي كدير. ولكن علاش هاد القضيه ما خداماش وعلاش خايبه؟ في نفس ليكزامبل اللي عطيت توتالور واللي كنهضروا على الفلاح، الفلاح فاش كيدير واحد لاكسيون كي ما كيتسناش دي ريزولطا سور بلاص، كيدير واحد لاكسيون وكيبقى يديرها ما عرفتش واحد المده باش يزرع داك الارض اللي عنده كامله، وتيبقى يتسنى واحد المده كبيره. هنا هو ما تيكونش مكونسونطري على النتائج، تيكون مكونسونطري اكثر على الهويه ديالو. والهويه ديالو شنو كتقول انا كفلاح راني كنخدم وكندمر كل نهار، انا كفلاح راني صبور، انا كفلاح تناخذ اون كونسيديراسيون ما عرفتش شنو هما الحوايج اللي قد يجيو في لونفيرونمون اكسيتيرا. يعني كاينين واحد الحوايج اللي تيكونوا في الهويه ديالو اللي تيخليوه انه واخا ما تيكونوش كيبانوا ليه النتائج في ديك الساعه تيبقى كيدير داك الخدمه. وداكشي علاش كتلقى بانهم، المهم انا هادي لاحظتها، كتلقى ديما الناس اللي تيكونوا في العروبيه اكسيتيرا تيكونوا صباره. علاش؟ راه ماشي كيقول لك الناس تيبدا يقول لك واحد الجو ما كاينش ستريس، لا راه من غير الهويه ديالو بحال هكاك. الهويه ديالو هو كيفاش مخلوق وكيفاش دارو في البيئه فاش كبر، كتخليه انه كيكون كيامن بانه داك لي زاكسيون اللي كيديروا غادي يعطيوه واحد الريزولطا، هو ما تيديهاش في الريزولطا ما كيديها اكثر في لي زاكسيون اللي كيديروا. داكشي علاش كتلقى فاش يكون شي مقاول عنده ولد كاين دو مانيير سيستيماتيك زعما بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا، عنده كثر ديال لا شانس باش انه ينجح كمقاول حتى هو كولده، حيت تيكون تيشوف با كيفاش تيخدم حتى هو كياخذ داك الهويه من عند با ولا كياخذ داك الهويه من عند خوه ولا شي حاجه. يعني داكشي كيولي فيه، داكشي علاش هو تيبقى غادي مزيان دو مانيير زعما جينيرال في داك المشاريع ديالو في الخدمه ديالو، وما تيتبرزش بلي ريزولطا. فهاد السياق كاين واحد الكونسيبت اللي سميتو لاج برينسيبل، اللي شنو تيقول لك اي حاجه تديرها اليوم راه كاع ما غتعطيك الريزولتس دابا، راه انت كدير واحد الخدمه اليوم ولكن راه النتائج ديالها غيبانوا من بعد مده. باش نعطيكم مثال ديال هاد اللاج برينسيبل بشخص ومن بعد غنعطيكم تقريب للمجتمع ديالنا المغربي. ناخذ مثلا ايمان غازي، ما عرفتش واش كلشي تعرفوا، هو مقاول اللي يلاه عنده 24 25 عام، ملتي مليونير، واصل لواحد النيفو اللي طالع بزاف. انا ماشي سوقي في لي كونديسيون اللي داز منهم ولا زعما واش هو كشخص كيداير، انا تيهمني هو انه كمقاول هو مقاول ناجح. حنا فاش كنجيو نشوفوه كنجيو نتبازاو عليه كنشوفوه اليوم هو كيداير، ولكن راه هادشي اللي كنشوفوه راه خدمه ديال اعوام، راه من 17 عام وهو كيصور بحال المغامره ديالو في المقاوله وكيفاش كان كل نهار تيخدم وتيعطي الجهد. يعني هو ما كانش مبازي على النتائج ولكن كان مبازي على واحد الهويه ديال كيخدم كل نهار، ديال كي عنده الثقه في النفس فيه، كيحاول ينيتورك يتعرف على ناس جداد. المهم انا ما عارفش الهويه ديالو مزيان، هو غيكون عارف احسن حيت هو الهويه ديالو. مي شنو بغيت نقول هو انه راه غادي كتكون واحد الفجوه زمنيه ما بين الجهد اللي كدير وما بين النتائج اللي غتوصل لهم. ومن غير كاين واحد ليفي اللي بوتيت غتكونوا قريتوا واحد الكتاب اللي سميتو كومباوند ايفيكت. انت راه داك الجهد اللي كدير اليوم راه غادي يعطيك واحد النتيجه اللي كتبقى تجمع غير خصك تبقى غادي. ولكن الغلط اللي كنديروا بارفو هو انه تنبقاو خدامين وما تنتبازاوش على اننا نكريو واحد الهويه ديالنا اللي غتخلينا انه حنا باطنيا زعما في العقل لانكونسيون ديالنا نكونوا متقبلين انه راه هذاك الشيء اللي كنديروه راه غادي افونسي لينا. غادي نبريزونتي لكم من بعد. مي الفكره هو انه خصك تكون كتخدم ولكن خصك تكون واعي بانه راه ماشي غير كنقول لك غير خدم دمر. خصك يكون عندك الوعي وفاهم علاش غادي توصل، حيت انت كتكري واحد ليدونتيتي واحد الهويه اللي غادي تخليك توصل. وباش ناخذوا اكزامبل عاوتاني في المغرب نديروا مقاربه، انت فاش كتشوف واحد الصاحب ديالك اللي بيتيتر كان قدك وقرا معاك اكسيتيرا وكتشوفه واصل لواحد الريزولتس وانت كتبازا غير على داكشي اللي كتشوف، كتقول وا كان عنده الزهر وهادي انا ما تنقولش في المعادله ما كاينش الزهر، ما كاينش شي حوايج اللي كيدخلوا من لونفيرونمون اللي تيعاونوا، ولكن الحقيقه هو انه خصك تشوف حتى الهويه اللي هو خلاته انه يوصل. بيتيتر عنده الصبر، بيتيتر كيخدم كل نهار، يعني عنده واحد الحوايج في الهويه ديالو. داكشي علاش اصلا فاش كتشوف شي واحد مثلا اللي باه مقاول كتلقاه ناجح. علاش؟
راه اوتوماتيك، راه كيكون كيشوف با ديجا كيدوز في لادين واحد لي تريت كاركتير، مي من غير داكشي اللي كيدوز في لادين راه كيشوف با كيفاش تيخدم، وكيشوف داكشي بطريقه انكونسيونت، كيبقى يشوف با كل صباح تيفيق تيخدم، تعطيه هادي كي ما عرفتش كيتعرف على ناس جداد اكسيتيرا. يعني هو كيكتسب واحد الخصال اللي تيخليوه انه تولي عنده واحد الهويه اللي غتعاونو توصل وكتعاونو يصبر انه يوصل للنتائج. الغلط هو انه بزاف الناس فاش يكونوا خدامين تيخدموا وتيسمعوا داك الهضره ديال وابقى تخدم، ولكن انا قلت لكم المشكل هو فاش ما تكونش عندك الوعي باش انك تفهم بانه داك الخدمه ديالك راه غادي توصلك، ولكن خصك تكون فاهم علاش، وخصك تفهم داك الهويه اللي انت كتكري. حيت الا كريتي داك الهويه، وغادي نشرح لكم بيتيت هادشي قد يكون كيجيكم دابا شويه تيوريك، الا فهمتي داك الهويه اللي انت كتكري كيفاش غتعاونك توصل، غتولي مرتاح في لاكسيون ديالك، ما غديهاش في النتائج. حيت زعما لو فيت انك توصل للنتائج راه غير مرحله وقت، خصك غتبقى تانفيستي في الوقت وراه غتوصل. وباش نشرح لكم هادشي دو مانيير لوجيك، دابا غندخلوا شويه في لا لوجيك. هاد اللوجيك شين انا ما عارفش صراحه شكون اللي صوبها، ولكن كتبريزونطي لك كيفاش كدوز من لي فور لامباكت دو مانيير لوجيك. فيها 5 ديال لي زيتاب ولا 5 د الحوايج اللي كديرهم. كاين اولا الانبوتس اللي هما لي ريسورس اللي عندك، اللي قد يكونوا ريسورس ماتيريال، ريسورس فينانسيير، ما عرفتش ريسورس الذكاء ديالك ولا الفكر ديالك ولا العلم اللي عندك. الانشطه هما الانشطه اللي عندك، يعني الانشطه اللي كدير سمحوا لي، يعني شنو كدير بهذوك الريسورسز ولا داك الانبوتس اللي عندك. والاوتبوتس هما النتيجه ديريكت ديال داك الانشطه اللي كدير. من بعد هادوك بحال قلتو داك الاوتبوتس غادي يعطيوك واحد الاوتكمز وواحد الامباكت. باش نشرح لكم مزيان وندير لكم تقريب، وغنديروا جوج ديال لي زيكزامبل. نبداو بالكونتنت كرييشن. فاش تكون كدير الكونتنت كرييشن، عندك مثلا تليفون باش كتصور، عندك كونت يوتيوب، عندك العلم ديالك ولا المعرفه ديالك، عندك ميكرو اكسيتيرا. الانشطه كتصور فيديو ديالك، كدير ليديتينغ، كتابلوديها اكسيتيرا. الاوتبوت هو انك كتخرج بواحد الفيديو اللي اديتي، هو انك كتابلوديها وتتحطها، يعني هو نتيجه ديريكت ديال الانشطه. المشكل فين كيطرا هو انه بنادم مثلا نشدو مثال فاش غادي يمشي يبدا الكونتنت كرييشن، علاش تيكونسونطرا على الاوتكمز، يعني تيقول لك وانا صوت فيديو اكسيتيرا وباقي ما لقيتش بنادم اللي متبعني. علاش؟ حيت الاوتكمز والنتيجه في هذه الحاله هو انه شحال ديال الناس سبعوك، شحال ديال الناس لايكاو ليك، شحال ديال الناس شافوا. وبزاف ديال الناس كيمشيو كيتبازاو على هذه القضيه، كيفهموش انه راه ما عندهمش تحكم على النتائج. ما كيمكن ليكش انت كشخص تحكم في النتائج. النتائج هما consequences، ما عرفتش شنو هي الكلمه بالعربيه وسمحوا لي ما بقيتش عاقل عليها، ديال الاوتبوت وديال داك الانشطه اللي درتي. ما يمكنش تحكم فيهم. والتاثير هو الشخص اللي انت كتولي، يعني كتبدل الهويه ديالك. يعني افورس انك كتبقى دير داك الانشطه وكتبقى تعطي داك الاوتبوت، واحد الوقيته راه كيولي عندك واحد الامباكت على لا بيرسون ديالك وكتبدل. انت البلاصه الوحيده فين كتقدر تحكم هما داك الثلاثه الاولين، يعني شنو هما الريسورسز، شنو هما الاكتيفيتيز، وشنو هما الاوتبوتس، يعني الريزولتس ديريكت ديال داك الانشطه اللي كدير. عاوتاني باش نعطيكم اكزامبل واحد اخر من غير الكونتنت كرييشن، غادي نشدو ديال واحد كيمشي لاصال مثلا في الانبوتس ديالو، عنده نظام غذائي، عنده اشتراك في الجيم، عنده بروتين مثلا، عنده برنامج تدريب اكسيتيرا. الانشطه عنده كيدير 4 الحصص في الاسبوع، كيدير 2 ديال الكارديو، كيتمشى 10000 خطوه اكسيتيرا. المهم راه كاينين تما. لا الاوتبوت هو انه في الشهر كيوصل ل 16 حصه. البروتين ديالو متحكم فيه حيت عارف شنو هو النظام الغذائي ديالو، عنده لي كالوري متحكم فيهم، التزام 90% حيت كيمشي تقريبا كاع الوقت. يعني هما النتيجه ديريكت ديال داك الانشطه اللي كيدير. الاوتكمز هو انه كل سيمانه تهبط ب 0.4 كيلو، هو انه الخصر ديالو كينقص ب 0.5 سنتيمتر، القوه ديالو كتزاد، الشكل ديالو كيبدا يتحسن، وكتبقى عنده طاقه مستقره. والامباكت هو انه ما تيبقاش غير عنده هدف انه يدير واحد الترانسفورماسيون، مي كيولي هذاك طريقه عيش ديالو، يعني كيولي اللايف ستايل ديالو. المشكل عاوتاني باش نشدو شي واحد اللي مثلا باغي يبدا السبور، فاش كيبغي يبدا السبور كيمشي كيتكونسونطرا على عاوتاني النتائج، وانا كنتريني
شهرين 3 شهور وما شفتش النتائج، لا راه ما يمكنش. راك دخلتي في واحد الحاجه اللي غتطلب منك واحد بتيت اعوام ديال ديسيبلين باش توصل لواحد الريزولت. وانت خص يكون الهدف ديالك ماشي هو انك توصل ريزولت، من اكثر انك ديفلوبي واحد اللايف ستايل وتولي الهويه ديالك هي انك عزيز عليك تمشي للسبور، باسكو كتمشي للسبور تيريحك في دماغك، باسكو كيخليك انك تخرج داك ستريس ديالك اكسيتيرا. وهنا بنادم بزاف تيبقى مركز غير على هنا كيبقى مركز على هاد الاوتكوم، النتائج نسى لي النتائج ما تتحكمش فيهم، ما عندكش تحكم فيهم. واخا تعيا ما دير، واخا تعيا ما تقاتل، انت عندك تحكم في الانشطه وفي الاوتبوتس وفي الريسورسز اللي عندك، الانبوتس اللي هما هاد الثلاثه الاولين. انت تكونسونطرا على هاد الثلاثه الاولين وراهم غيكونوا نتيجه، زعما غادي يعطيوك نتائج على حسب انت واش تبقى ديرهم واحد المده اكسيتيرا. يعني انت ما خصكش تبقى ديرها في الاوتكومز والنتائج، حيت اصلا هما تيكونوا متاخرين. الا تبعنا داك اللوجيك اللي قلت لكم قبيله ديال لاك برينسيبل، كيتاثروا بعوامل خارجيه. راه بارفو غتقد دير الجهد ديالك كامل وكاينين شي حوايج غيجيوك من الجن وغادي يحبسوك. مثلا غنرجعوا عاوتاني الفلاح يقد زرع ودار كل شيء، شتا ما صباتش صافي، يعني مشات الحصده ديالو كامله، واش غادي يحبس؟ لا، راه تيكمل العاملين مورا عاوتاني كيدير وكيقد يبدل حتى لي زاكتيفيتي ديالو، يعني يزيد سيستيم ديريغاسيون ولا شي حاجه. يعني خصك تفهم انه بارفو واخا دير الاكشنز راه بارفو لونفيرونمون ما يعاونكش. ومتقلبين عاطفيا، حيت مثلا الا مشيتي انت ككونتنت كرييتور ولونسيتي فيديو وما عطاتكش الريزولت، كتولي تقول النتائج زعما كتولي تقول وانا كندير هاد لي فور كامل وما عطاتنيش ريزولت. لا، هنا غتولي انت كتموتيفا بالنتائج، والا كنتي كتموتيفا بالنتائج راك غلط. داكشي علاش فاش خصك تكونسونطرا على الاكتيفيتيز. يعني علاش؟ حيت لامباكت ديالهم ايميديا، تيبان لك الريزولتس ديالهم ايميديا، وانت كتشوف داك النتيجه ديال داك لاكتيفيتي اللي درتيها، واش وصلتي لداك النتيجه ولا لا، النتيجه داك الاوتبوت ولا لا. قابل للتحكم، يعني انت يمكن لك تزيد لاكتيفيتي كيف ما ممكن لك تنقص، كيف ما ممكن لك دير اكتيفيتي واحده اخرى. يعني ماشي كيبقاو ريزولتس اللي غيجيو ككونسيكونس ديال داك الاكتيفيتيز. وقابله للتكرار، يعني الا بقيتي كتعاودها راه غادي توصل واحد المده مورا واحد الوقيته، ما عرفتش كل واحد شنو ربي رازقه، ولا كل واحد شنو لا شانس ديالو في الحياه، راه غادي توصل لواحد الريزولت. باش نعطيكم بطريقه زعما بمعادله رياضيه كيفاش كتكون الاوتكمز، النتائج هما ريزولت ديال الانتاج، الاوتبوت اللي الاوتبوت هما النتائج ديال الانشطه، فوا الوقت، شحال ديال الوقت وانت كدير داك لي فور، فوا لونفيرونمون. يعني خصكم تفهموا علاش طبت على انفيرونمون البيئه، حيت ما عندكمش تحكم فيه، هو واحد الحاجه اللي ما يمكنش تتحكم فيها. مثلا انا نعطيكم عاوتاني اكزامبل علاش ما يمكنلكش تتحكم فيها. انت يا سيدي درتي كاع الانشطه مثلا باش تحط ريستورون في الوقيته ديال كوفيد، درتي كلشي، الريستورون واعر، عندك منيو واعر، الاثمنه واعرين، بلاصه واعره اكسيتيرا، حطيتي فيه الوقت كامل اللي عام ونص انت باش تخرج بشي كونسيبت زوين. فاش جيتي تحل جا كوفيد، ضرب لك كلشي في الزيرو. فاهم؟ ضرب لك كلشي في الزيرو، مي غير باش ندير لكم تقريب بانه لونفيرونمون هو اللي حكم عليك هنايا. خصك ما تكونش كتقلب ايموشنيلمون اكوز لونفيرونمون، خص تكون عندك واحد لا كاباسيتي ديال انك كتقول لا، انا غنبقى ندير داك الاكشن، وغنبقى ندير داك الانتاج اللي باش كنخرج به، وغنبقى في المده وانا كنديرو حتى نوصل ريزولت. انا غنبقى سيدي غادي وكنعطي واحد ليفور. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي تيوريك، حيت بغيت غير نشرح لكم دو مانيير تيوريك ولوجيك علاش ما خصكش تكونسونطر على النتائج، وخصك تكون فاهم بانه الانتاج اللي كدير صراحه كلمه زوينه بزاف. هذا الانتاج، الاوتبوتس اللي كدير هما اللي خصك تكونسونطر عليهم، وتكون كتكونسونطر على الاكتيفيتيز اللي كدير، حيت كيمكن لك تكونتروليهم وكيمكن لك تبقى تعاودهم. المهم غنبريزونطي لكم السيستيم ديالي. فريمون كنشجعكم تبقاو حتى الاخر. هذا السيستيم هذا بيرسونيلمون خلاني نتبدل في حياتي في عامين ونص. خلاني نتبدل سور تو لي نيفو، على الكوتي فيزيك ديالي، الجسم ديالي، الكوتي بيزنس، البيرسوناليتي ديالي، تغيير. والناس اللي تعرفوني، اللي كانوا تعرفوني قبل، غادي يقدروا يقولوا هذه القضيه. وزعما مثلا ما عطيكمش شي حاجه اللي تيوريك، عطيكم شي حاجه اللي خدمت بها بيرسونيلمون، بقات عليها انت واش كتطبق ولا لا، واش انت واش غادي يكون عندك السوفل باش انك تبقى خدام مده طويله واخا ما عندكش نتائج كيبانوا زعما دابا وفوريه.
مي كنغارونتي لك بانه الا مشيتي بهاد اللوجيك غادي تعطي نتيجه. بيان سور كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو، الا بالي بزاف الناس عجبهم هاد السيستيم اللي بريزونطيت، نقدر نبريزونطي لكم كاع لي فيشي باش كنخدم، حيت انا كنخدم بفيشي كنتبازا بزاف على لي سيستيم. وسيستيم فيه حتى انه زعما هاد الانشطه اللي كنبقى ندير دو مانيير كوتيديان اكسيتيرا، ونقدر نبريزونطيه لكم الا كان عندكم انتري. حاجه واحده اخرى بقاو حتى الاخر، حيت غنبدا لكم البارتيه الاولى كيفاش تنديفيني علاش غنخدم في العام، يعني كيفاش تنقولها علاش نخدمها، علاش نديرها، شنو غندير في العام، وكيفاش كنخدم على اهم حاجه اللي هي اللي غادي تخليك توصل اللي هي الهويه ديالك. كيفاش كنديتيرميني بانه ها شنو هما الحوايج اللي نخدم عليهم باش ناميليوري من الهويه ديالي وتولي عندي واحد نوصل داك الشخص اللي انا باغي نكون. اول حاجه اللي كنبدا بها واللي غادي نشجعكم هو انك خصك تكون عارف فين باغي تمشي. يعني خصو يكونوا عندك فيزيون بيان سور، نقدروا نقولوا على 5 سنين 10 سنين. شوف حاول تفكر في راسك فين باغي تمشي، فين باغي توصل. وهذا اكزرسيس الا ما كنتيش كديرو راك ما عارفش فين غادي في الحياه دو مانيير جينيرال. وسمحوا لي انني غنقولها لكم بحال هكا، وبوتيتر انا غنركز على اي واحد عنده لومبيسيون. مزيان تكون عندك امبيسيون، ولكن الا كنتي اليوم ما تقدش تتخيل راسك كيفاش غتكون من 5 سنين 10 سنين، راك ما غاديش تقدر دير واحد المجهود على المده، حيت ما عندكش واحد لا موتيفاسيون ولا ما عندكش واحد الرغبه قويه باش توصل داك البيرسوناج اللي بغيتي. دونك ديجا بداو بهادي. من بعد كيفاش كنخدم انا، كنديتيرميني الاولويات السنويه، وكنديتيرمينيهم في 4 ديال لي بارتي. هذا الشيء بيرسونيل من بازي على حتى حاجه كاينه في انترنت، بيرسونيل اللي خربقت فيه بزاف ديال الوقت باش وصلت لهذا السيستيم اللي اليوم كيعطيني هاد النتائج، واللي مازال غادي ايفولوي. يعني راه كل عام كنبقى نشوف واش هاد الشيء كان غادي مزيان واش عطاني نتيجه، وكنقول شنو هما الحوايج اللي نقدر ناميليوري ولا نقدر نبدل. دونك البارتيه الاولى كنتبازا على التنفيذ، اللي هما البارتيه اللي هي المهني والتجاري. يعني اي حاجه اللي غادي نقدر تاميليوري من لا كارير ديالي. مثلا نبدا التجاره الالكترونيه، ولا نتعلم مهاره جديده، مثلا مهاره الديزاين. الانرجي هنا كنتبازا على البيرسونيل، الشخصي، الجسد والدين. علاش الشخصي يعني ما يمكنش تبقى تخدم العام كامل. انا ضد اي واحد اللي يقول لك بقى تخدم بقى تمر اكسيتيرا. انا ما كنامنش بهذه القضيه، كنامن بليكيليبر، وكنامن بدي بيريود. يعني كاينين دي بيريود اللي غادي تخدم 3 شهور 6 شهور ما عرفتش، ولكن عاوتاني واحد الشهر تهبط من الريتم، تمشي تسافر واحد 3 سيمانات 2 سيمانات تخوي كوم سا، كيبقى عندك واحد الريزيرف اللي غيبقى غادي عندك على مده زعما طويله. داكشي علاش كنكونسونطرا على الشخصي. الجسد علاش؟ حيت فاش يكون راه تيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. فاش يكون الجسد ديالك مزيان، لو كور ديالك مزيان، كتاكل مزيان، كتريني اكسيتيرا، راه كتخرج كاع داك الانرجي نيجاتيف وكاع داك ستريس، وكيبقى عندك الجهد باش تبقى غادي على مده طويله. والدين باسكو انا وهذا الشيء عاوتاني بيرسونيل كنامن بانه راه ممكن دير بزاف ديال الجهد، ولكن لما كانش التوفيق من عند الله راه زعما صعيب انك توصل. وداك التوفيق كيجيب انك تكون قريب من الدين، وتكون كتصلي، تكون كدير الخير اكسيتيرا. باغ اكزومبل عاوتاني غنشدو هاد لابارتي، غادي نقول باغمي لي زوبجيكتيف اللي عندي هو نزور اسيا هاد العام، نولي ملتزم في الماكله ديالي، وندير شي صدقه جاريه. الرابع اللي هو الكابيتال انفستمنت. ها انت كتربح فلوس، انا عاوتاني ضد انه داك الفلوس واخا انا كندير هذا الغلط هذا، وزعما كنحاول نفكر راسي ديما انه نحاول انفيستيها، انه داك الفلوس تبقى محطوطه عندك، حيت في الكونط ما كتفقد من لا فالور ديالها. يعني كنبدا نفكر في الاستثمارات اللي ممكن ندير، اللي قد يكونوا في البورصه، اللي ممكن يكونوا في دار. يعني كنحط واحد الهدف، نقول هذا العام بغيت نستثمر في دار، اولا بغيت نستثمر في ما عرفتش في البورصه ولا شي حاجه. وخامسا الاكسبانشن جروث، يعني النمو. شنو كنعني بالنمو؟ كل عام عاوتاني هذا بيرسونيلمون كنبغي نمشي نكسبيريمونطي في شي حاجه اللي مثلا كانت عندي واحد لونفي ولا واحد الرغبه باش انني نتيستي فيها. مثلا انا هذا العام فاش بديت العام، الناس عاوتاني اللي كيعرفوني شافوني قلت لهم راه بغيت نبدا في كونتنت كرييشن، ما عارفش منين غنبدا، ولكن غنبدا ندير الكونتنت كرييشن، وراكم كتشوفوا النتيجه اليوم. فريمون ما عارفش، وبديت باقل غوسورس. داكشي علاش كنتو كتشوفوا الفيديوهات اللي قبل كانوا عيانين في الكاليتي، كان كيبان لكم داكشي شي شويه ما مقادش. راه ماشي حيتاش ما قادش نقاد، ولكن كندير لو مينيموم ديفور. يعني غير كان اكسبلوري واش داكشي فيه ما يدار او لا. فاش بان لي بانه بدا كيعطي نتيجه، هنا كنديروا دبل داون. يعني كنزيد لي فور فيه، كنولي بلو بروفيسيونيل، كنطلع النيفو عاوتاني باش كنبقى غادي معاه في نفس النيفو، كنبقاو غادي في منحنى عالي.
وكان انفيتيكم عاوتاني تفرجوا في الفيديو الاولى اللي فين قلت لكم كتبدا باقل مجهود باش تبقى غادي وكتزيد المجهود من بعد وباش دير ان افونسمون. هنا مثلا قلت نجرب صناعه المحتوى وننضم لشي مجموعه مثلا الجروث او السيره تقد تعرف على واحد الناس ولا واحد الجروب وتعلم منه. دونك ليدي هو انه كنحط اهداف بيان سور تقد تكونسونطر على بارتيه واحده كيف ما تقد تكونسونطر على جوج كيف ما ثلاثه كيف ما اربعه. انا هذا السيستم اللي باش كنخدم انا عندي لا كاباسيتي باش انني نخدم على بزاف ديال لي بريوريتيز بحال هكا. علاش؟ حيت كنشيفتي الفوكس. شنو كنعني بشيفتي الفوكس؟ كنحول الجهد ديالي على حسب الاولويات. انا كنخدم بيرسونيلمون 3 شهور، يمكن لك تخدم بشهر، يمكن لك زعما تخدم بشهرين، كل واحد والطريقه باش يخدم. كل 3 شهور تنقول غنتكونسونطرا على واحد لابارتي، مثلا غنتكونسونطرا على الاكزيكيوشن وغنتكونسونطرا على الانرجي في 3 شهور الاولى ديال العام وانت نبقى نعطي فيها مجهود. وداك المجهود اللي تنعطي فيها ماشي كنسى داكشي الاخر، ولكن بحال كنبدا نوجد الخدمه ديال داكشي الاخر في 3 شهور اللي جايين من بعد. كندير دي زاكسيون صغار مي ماشي كنانفيستي فيها. علاش؟ حيت الحياه كيف ما شرحت قبيله في داك ليكزامبل ديال مثلا ضرب 3 شهور ولا 6 شهور الخدمه وسير سافر. الحياه ما يمكنلكش كيقول لك بزاف مادام ما كاينش التوازن اكسيتيرا. انا متفق مليار في المية. علاش؟ حيت خصك كل بيريود تكونسونطر على حاجه، ولكن ما كنامنش بانه تبقى خدام ديما ولا تبقى تدير. انا كنامن بواحد التوازن بار بيريود، يعني 6 شهور او 3 شهور تكونسونطرا عطي الجهد وموراها بوتيتر عاوتاني شيفتي وسير ارتاح ولا شي حاجه 2 سيمانات 3 سيمانات. شد مثلا اون بارتي من هاد لي بريوريتيز اللي قلت خدم عليهم مثلا الاكزيكيوشن 3 شهور 6 شهور الاولى، من بعد دوز الانرجي ديالك اكسيتيرا وخدم عليها بوندون شهر ولا شي حاجه. بيان سور اونكور اون فوا ما كتعنيش انه راه غتخدم. انا بيرسونيلمون كنخدم على حاجه وحده في ديك 3 شهور، لا كيكونوا دي زاكسيون صغار في كل حاجه. مي ليدي هو انه خصك تكون كتعرف تشيفتي الفوكس. ومن بعد كيفاش كنخدم بويكلي برايورتيز، يعني الاولويات ديال كل سيمانه. كل سيمانه كنحط الاولويات ديالي، كل حد كنمشي نشوف ها هما الاولويات علاش نخدم السيمانه الجايه، عارف راسي كليرمون علاش نخدم، تنحطهم مزيان طق 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 طق. وما كنتبازاش على النتائج عاوتاني، كنتبازا على لي زاكسيون. تنقول مثلا بغيت هاد السيمانه نمشي 4 المرات ندير سبور، بغيت هاد السيمانه نتصل بواحد الشخص اللي عارفه في هاد الدومين ونهضر معاه ونيتوركي معاه. يعني كنحط داكشي على حسب الاسبوع، وفي الاخر ديال كل اسبوع كنشوف واش درت داك لاكسيون ولا لا. ولا لقيت راسي ما درتهاش كنحاول اناليزي علاش، يعني واش يمكن كانت اكسيون كبيره، يمكن ما عرفتش كيفاش نبداها، يمكن خفت. وكنحاول ندير ريفيو ديال الويك ديالي. قد يجيكم هادشي ثقيل، مي انا هادشي عطاني نتيجه. كاين واحد اخر اللي يقول لك انت مالك روبو كتخدم بحال هكا، كلها لومبيسيون ديالو وكلها كيفاش كيشوف الحياه اختيارات. انت كتختار كيفاش بغيتي تخدم، ممكن تخدم بقل بحسن. مي انا تنقول لكم هادشي عطاني ريزولت. دونك هادشي باش تكون عارف راسك فين غادي. وهاد البارتيه مهمه بزاف. مي دابا غنهضر على البارتي اللي اهم بزاف، اللي هي كيفاش تبني داك ليدونتيتي ولا داك الشخصيه اللي غادي تخليك انك تبقى في المده كتعطي داك ليفور. ديفيني شكون بغيتي تكون، خصك تعرف شكون انت الشخص اللي بغيتي تكون من هنا لواحد المده. فاش نقول لك الشخص راه ما تنهضر لكش غير بغيت نكون ناجح، بغيت نكون عندي دار، بغيت نكون عندي طوموبيل. لا نسالي هادشي. تنقول شنو هما الخصال اولا كاتبه يمكن هنا شنو هما الصفه اللي بغيتي تكون فيك. بغيت نكون واحد الشخص ديسيبليني، بغيت نكون واحد الشخص مثلا كيقدي نيتوركي، واحد الشخص اللي كالم، واحد هادي. علاش خصك ديتيرميني هادشي؟ باسكو هادشي هو اللي يخليك ديتيرميني شنو هما بحال قلتو واحد تشيك ليست اللي كتشوفها كل نهار. انا بيرسونيلمون كنشوفها كل نهار باش نعرف راسي واش احترمت داك الهويه ديالي. كيفاش غادي دير لي؟ غتقول لي مثلا نديتيرمين انا ما عارفش شكون هو الشخص اللي بغيت نكون. شد شي شخصيه انت اللي عارفها اللي ناجحه وسيروا اناليزيها، بقى عطيها الوقت اناليزيها، شوف شنو هما داك الخصال او داك الصفات اللي عندها، ومن تما خرج داك الصفات. تقول مثلا تيبان لي تي اناليزي مزيان، بغيت نولي بلوس اناليست. تيبان لي تيهضر بشويه وتياخذ وقته باش يجاوب، بغيت نولي كنتأنى اكثر وكنسمع للناس اكثر. يعني خرج كاع داك الصفات وتقدر ميكس ديال بزاف د الشخصيات. خرج انت الشخصيه ولا داك لا بيرسون اللي بغيتي تكون. هذه الطريقه الثانيه هي انك انت عارف فين باغي توصل، عارف شنو هما الحوايج اللي فيك خايبين وعارف كيفاش تصلحهم، وشنو هما الحوايج اللي غادي يكونوا بحال قلتو ضد ديال داكشي الخايب اللي فيك. دونك خصك غير ديرو.
دونك هادو هما زعما لي دو مانيير انا بالنسبه لي اللي باش ممكن تخرج هذوك الصفات اللي غادي تخدم عليهم. دونك هاد الشيء ديال الصفات فاش غادي يعاونك في انك ديتيرميني داك الهويه اللي باغي انت باغي تكون. غنشرح لكم مثلا فاش تخرج داك الصفات. قلت لكم قبيله تخرج واحد التشيك ليست ديال الحوايج اللي خصك تريسبكتيهم في النهار اولا اللي كتبقى تشوفهم. انا بيرسونيلمون كنشوفهم كل نهار، تجيكم عاوتاني بزاف وهذا واش روبو اكسيتيرا. اختيار الحياه، اختيارات الحياه، كتبغي واحد شويه ديال السيريو اللي كنتي باغي توصل اكسيتيرا. كل واحد والسيستيم باش يخدم. هذا عاوتاني السيستيم بيرسونيل ديالي. وباش نعطيكم اكزامبل اكثر باش تفهموا مثلا شنو هما داك التشيك ليست. غنبدا نقول مثلا انا في الهويه ديالي ولا في الصفه اللي بغيت نكون واحد الشخص اللي تيخدم كيدوز لاكسيون، ما تيبقاش يفكر بزاف، يعني يبقى يقول خصني اوبتيميزي هادي وهادي وهادي. بغيت نكون واحد الشخص اللي مزيان تيعاون الناس فاش تجيه الفرصه ايتو. بغيت نكون واحد الشخص اللي كيعطي الاولويه للبروجيات ديالو، وبغيت نكون واحد الشخص اللي كيعرف ينيتوركي مثلا. هادو هما البرايوريتيز ديالي اللي باغي نديرهم اكسيتيرا. هادو هما الصفات اللي باغيهم يكونوا عندي. دونك شنو كندير؟ كنحط اسئله بحال هكا. واش خدمت اليوم بلا ما نهز التليفون؟ واش درت شي نشاط حقيقي وملموس قبل ما يسالي النهار؟ واش ملي جاتني فرصه نعاون شي واحد استغليتها؟ واش رفضت الحوايج اللي ما غاديش يزيدوا بيا القدام؟ مثلا يقول لي شي واحد يلا نشطوا قهوه اكسيتيرا صاحبي اللي شفتو غير البارح ويعاود يضيع لي وقت. واش ملي جاتني فرصه نيتوركي واش درتها؟ دونك كنحط وكنمشي كنشوف كل الاخر النهار. انا متكي في بلاصتي كنشد التليفون كنشوف طق هادي درتها، هادي لا، هادي لا، هادي باش كنعرف راسي واش انا مريسبكتي داك البيرسوناج اللي انا باغي نكون ولا داك الكاركتر اللي انا باغي نكون. الا لقيت راسي شي حاجه ما ريسبكتيتهاش كندير غير بوين دو فيجيلونس. الهدف ديالي هو انه لغدت لي غنقول اوكي غادي نريسبكتيها، حيت ما يمكنش كل نهار غتكون في داك الهويه ديالك. وواحد الوقيته كديفلوبيها كتولي انكونسيون، يعني ما كتبقاش انت تفكر في هادشي واش درتو ولا لا. صافي كتولي عارف راسك غا في النهار ديالك كتعرف راسك واش بكثرت ما كتبقى دير داك الاناليز. وانا هادشي وصلت ليه مورا 2.5 عام ديال الخدمه. كتبقى تقول واش كنت داك البيرسوناج اللي انا باغي نكون او لا. يقد تيجيكم هادشي تو ماتش ويقد يبان لكم شويه في شكل مي انا بحال هكا تنخدم. وعلاش هادشي عاونني؟ حيت شنو وليت كنديها فيه؟ ما بقيتش كنديها في النهار واش كان برودكتيف ولا لا، عاشي سوقي واش النهار كان برودكتيف، واش وصلت لشي نتيجه ولا شي حاجه، ما عنديش اهميه. كنولي انا واش انا كنت اليوم منسجم مع الهويه ديالي، مع الشخص اللي انا باغي نكون. هاد القضيه فاش عاونتني في انه ما بقيتش كنديها في النتائج. باش نرجعوا للبوين الاول، يعني وليت كنديها اكثر في داك الهويه ديالي واش كنحترمها او لا. وليت كنشوف راسي واش كنولي داك الشخص، والنتائج تبعوا مورا واحد المده تبعوا بطريقه اوتوماتيكيه زعما. وكو كان انا كيف ما قلت لكم ما تبغيش نهضر على حياتي بزاف. الناس اللي عارفيني عارفين واحد النتائج من هذاك الشيء اللي وصلت ليه، والمقربين عارفين اكثر. ولكن راه وصلت لدي ريزولطا اللي كبار، اللي فريمون كبار في كاع لي زاسبي اللي ممكن نهضر عليهم الحمد لله. وهذا الشيء كامل ما تعنيش انني ذكي ولا انني متفوق ولا شي حاجه. يعني كاين اولا واحد التوفيق من عند الله الحمد لله، ولكن كيعني انه عرفت علاش نتكونسونطر عليه. هو الهويه ديال الشخص اللي بغيت نكون. واليوم حسن اللي كتشوفوا تيهضر معاكم راه حسن اللي عرف الهويه ديالو، اللي فهم الهويه ديالو واللي انفيستي فيها. ماشي حسن اللي وصل لواحد النتائج ما كيديتيرمينيوش الهويه ديالك. داكشي علاش كتلقى بزاف الناس اللي عندهم الفلوس ولكن فاش تهضر معاه تلقى راسو خاوي. الهدف ديالي بيرسونيلمون انا في الحياه ما بغيتش يكونوا عندي الفلوس ونكون واصل لواحد النيفو طالع. فاش كتجي تهضر معايا كشخص كتلقى ما عنديش لي فالور، كتلقاني واحد الشخص مثلا اللي ما عندوش افكار، اللي ما عندوش راي، اللي ما تعرفش يدافع على واحد الحوايج اللي صحيحين، اللي ما تعرفش يدوي. لا انا ما تيهمنيش هذاك الشيء. انا بغيت نكون ان بيرسوناج اللي اولا انا كنحترم راسي، وعاد باش كيجيو الحوايج الاخرين اللي هما غير نتيجه ديال انني كنحترم راسي. دونك فوالا بغيتكم فريمون تكونسونطراو على هذا البارتي. تقد تكون جاتكم شويه في شكل شويه تيوريك، مي غير انا نطلب منكم جربوها غير 6 شهور. 6 شهور ياك 6 شهور تقد ما دير فيها والو. راه حنا دابا وصلنا لفيفري، حنا دابا داخلين في مارس، راه دغيا كيدوز الوقت. 6 شهور وشوفوا واش كاين التغيير. ونقد نقول لك مورا 6 شهور غتوصل لشي نتيجه. واحد 90% غتوصل لشي نتيجه الا تكونسونطريتي على الهويه اللي انت باغي. يعني القضيه كامله في الاخر شنو كتبقى؟ ما كتبقاش غير مساله واش كنخدم ولا لا، كتولي مساله غير وقت. داك النتيجه باش توصل لها غتكون غير مساله وقت. تصبر
الوقت. راه ما خصكش تجي تشوف الناس اليوم هما شنو كاينين على حساب داكشي اللي كتشوف. خصك تشوف لي فور اللي داروه قبل، وشحال هما مريسبكتين داك الهويه ديالهم، وشحال هما غاديين باش وصلوا لداك البيرسوناج اللي كان. داكشي علاش كتشوفوا بزاف د الخصال اللي ما بين المقاولين. مثلا انا ديما كنرجع للمقاوله حيت بالنسبه ليا متشبع بها وكتعجبني المقاوله دو مانيير جينيرال. راه كتلقى عندهم واحد الخصال اللي بحال تلقاهم تعرفين يتوركيو، تعرفوا يبيعوا اكسيتيرا، راهم ديفلوباو واحد الهويه. دونك داكشي علاش كتلقاهم كيتشابهوا. دونك انت حاول تاناليزي دي بيرسون اللي ناجحين وبغيتي تكون فحالهم، ومن تماك ديتيرميني شنو هما داك الحوايج اللي غتانفيستي فيهم باش تولي داك الشخص. دونك علاش هاد السيستيم خدام؟ وانا غنشرح لكم. حيت ما كتبقاش تقلبات عاطفيه، كتولف العقل ديالك بانه ما يبقاش يديها في النتائج. كاينين 3-4 السيمانات اللي كنت كنبقى خدام ما عندي حتى نتيجه. واش مليت؟ لا والله ما تنتهى فيها، ما عنديش اهميه، انا داك الهويه ديالي كنحترمها. من بعد كيجي واحد السيمانه اللي كتعطيني داك 4 السيمانات كتعطيني الريزولتس ديالها كامله بحال قلتي مضروب في 2 ولا في 3. حتى كيكونوا عندي ما كنت التقلبات العاطفيه صعيب فاش غادي يقيسوني. مثلا واخا تنكون معصب، واخا تنكون اللي كنت، واخا تنكون حزين ولا شي حاجه بحال هكا، كنبقى خدام. علاش؟ حيت كنبقى راجع لداك الهويه ديالي، خصني نحترمها، خصني نكون كالم، خصني نكون نرجع للور اكسيتيرا. وتخيل التغيير ديالك غيكون بحال نيو. الناس اللي مثلا مفرجين في ماتريكس الاول فاش دخل داخ مي بلوس بداو كيترينيو بيه، بدا كيبدل الهويه ديالو، بدا كيبدل الافكار ديالو، ووصل لواحد الفيرسيون ديال البيرسوناج ديالو اللي تري ديفلوبي، اللي كان عنده تاثير في الفيلم ولا في ديك القصه ديال ماتريكس دو مانيير جينيرال. دونك الفكره اللي بغيتكم تكونسونطراو عليها هو انه خصني انفيستي في الهويه ديالي، شكون بغيت نكون، شنو هما الخصال اولا شنو الصفات اللي بغيتهم يكونوا عندي، ونتكونسونطرا على الاوتبوت، يعني المخرجات اللي هما شنو قلنا قبيله، الانتاج. نتكونسونطرا على الانتاج اللي باغي نخرج به، والاكتيفيتيز. الا مشيتي بهذا الشيء انا كنضمن لك كل شيء غير مساله وقت. عندك واحد 6 شهور غتوصل لاول نتيجه ديالك وغادي تقيسها، وتماك كتحل الشهيه حيت كتفهم بانه السيستم خدام وكتبقى غادي فيه. دونك في الاخر كتبقى المساله كامله مساله غير في العقل. واش كلشي في العقل. واش عندك واحد العقل اللي قوي، عندك واحد البيرسوناليتي اللي قويه باش انه كتقبل التقلبات وكتقبل انها تبقى غاديه بنفس الطريقه على مده. الا كانت عندك هاد لا كاباسيتي، ثق بيا غير مساله وقت، وثق في راسك. وزعما انا كنقولها ديما، بما انه انا وصلت لواحد النتائج، وبما انه ناس واحد اخرين وصلوا لواحد النتائج، هذا ايمان عندي. ما كاين حتى واحد احسن من الاخر. بيان سور كاين لونفيرونمون اللي قلت لكم ما كنتحكموش فيه، وكاين التوفيق ديال الله، ولكن راه الا واحد اخر وصل راه انا نقدر نوصل. غير مساله خصني في العقل نكون فاهم انه كاين الوقت، وانه خصني نكون كنتكونسونطر على الانتاج ماشي النتائج، وانه خصني نكون كونسونطر على نبني هويه الشخص اللي بغيت نكون في المستقبل. وهذاك الشيء اللي كندير اليوم هو اللي غيوصلني لذاك الشخص. نتمنى الفيديو تكون عجباتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كانوا عندكم دي سوجي اولا كيف ما قلت لكم الا بغيتوني نبريزونطي لكم داكشي بدي فيشي، غنشوف لي كومونتير. الا كانوا بزاف لي كومونتير الناس اللي طلبوا هادشي نبريزونطيه ان شاء الله. وكنقول لكم من القلب كنتمنى اي واحد يوصل لداكشي اللي على بالو، اللي على خاطرو، الله يسهل الجميع. وهادشي اللي كاين. تهلاو ليا في راسكم. بسلامه.